نوع السردين دوت في الاكل مش حلو خالص. اردأ نوع، لحمه ناعم، يعني انت تاكله يعني اني يعني عاوز اقول لك خد بالك ما ينفعش خالص بالاكل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معك اخوكم اسعد الحمراء. اوعى تنسى الشعار صلاه النبي هي مكسبي. بصوا بقى النهارده انا هكلمكم على حاجه من اهم الاسماك اللي في الجمهوريه كلها الناس بتحبها، وتالت نوع استهلاك الناس بتاكله. اول نوع الكمية الناس بتاكلها البلطي، تاني نوع البوري، تالت نوع السردين. السردين ده يعني كله بياكله وكله بيحبه، اذا كنت بتحبه مشوي مقلي صينيه، ولو كنت بتحبه مملح. هكلمك على الغش فيه. الغش مش ان هو بيديك حاجه مطرح حاجه، لا، الغش انت ممكن تتغش في جوده السمك وفي نوع السمك نفسه. الغش دوت انت تروح تشتري نوع ان انت عاوز تاكله، وهو بيديك هو النوع بس انت هتملحه زي السردين اللي انا هقول لك عليه. السردين انا قبل كده شرحت لكم، والحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب، وعرفتكم ان اغلبيه السمك اللي في البحر المتوسط بالذات في الغالب 7 انواع. ده سبحان الله. فالسردين برضك 7 انواع، ففي انواع منه حلوه في الاكل، وانواع يعني شغاله، وانواع رديئه في الاكل. هكلمك على النهارده ده نوعين، نوع اجود نوع ونوع ارضى نوع. اجود نوع السردينه ديت، دي اسمها السردينه المبرومه، دي سردينه مبرومه اهي عشان تبقى انت تعرفها. تمام. في منها كبير شويه وفي منها وسط، دي احسن انواع. وورا منها نوع تاني اسمه السردين المفطر السمين. ده نوع انا باذن الله هعمل لكم فيديو واجيب لكم ال7 انواع بتوع السردين وهشرح لكم عليه. بصوا اهي، ديت السردينه المبرومه. السردينه المبرومه دي حلوه قوي في الاكل، وحلوه في التمليح، يعني هي شغاله في كل حاجه. تمام. وديت اغلى نوع سردين. النوع بقى اللي هو هيغشك فيه النوع دوت. بصوا اهو، انا بقربها لكم للكاميرا. النوع دوت، النوع دوت اغلبيه الناس ما تعرفوش، ولا البياعين حتى يعرفوه، ما يعرفوش حتى اسمه. يعني انت لو هو البياع ما كانش هيشوف الفيديو ده ما يعرفش اسمه ايه حتى. اهو اللي خلانا احنا عرفناه ان احنا كان زمان كان الرجريج بنوت، والرجريج اللي هم اليونانيين كانوا بياخدوا نوع السردين دوت في الاكل مش حلو خالص. اردأ نوع، لحمه ناعم، يعني انت تاكله يعني اني يعني عاوز اقول لك خد بالك ما ينفعش خالص بالاكل. بس ليه اليونانيين كانوا زمان لما كانوا في اسكندريه واحنا حضرنا يعني في الطفوله، كانوا بيشتروه ويشتروه غالي قوي، غالي غالي خالص. هو حاليا ده ارخص نوع. ليه بقى الرجريك كانوا بياخدوه غالي وينقوه؟ ليه؟ دوت سمك النشوءه، دوت اللي هم بيعملوه انشوءه. كانوا كان لهم طريقه تمليح، ملح ليمون وليمون وخل، او ينشروه لحد لما ينزل امجته، وبعد كده يملحوه بملح ليمون وليمون وخل، ويحطوا عليه زيت زيتون،
وكان بيطلع حلو. هو في التمليح فوق ال 100، لكن في الاكل 0 من 100. حاليا بيبيعوه للاكل. ده للاكل رديء خالص، تاكله يعني واخد بالك، ما يعني غير ما ينفع للاكل. غير ده، دي السردينه المبرومه، وبالذات سردينه الماكسي دي اسمه انشوقه. ده بصوا هنا هتلاقي بوزه مثلث اهو. بصوا اهو مثلث. القشره بتاعته ضعيفه، ورفيع، مش عريض، وما بيشيلش لحم ياما. يشبه نوع من السردين، نوع اسمه بامبوزيا. لنا في الارياف والفلاحين بيحبوها، بس التانية بيبقى فيها لحم وحلوه برضك في التمليح. بس في الاكل اهل المدن اللي هم اهل الساحل ما بيحبوهاش، وهم في الارياف بيقولوا عليها ايه؟ باموزه، لكن هي اسمها بامبوزيا. تمام. شوف بص بوزه عامل ازاي، مثلث. عريض وبوزه عريض برضك ومربي لحم. ما بيربيش لحم. ابصوا عشان انت بس ايه اما تتغشش في الاتنين دول بالذات. رخيص، ولو انت هتاكل ما تاخدوش. لو انت هتعمله نشوءه وعرفت طريقته خده، وحلو خالص خالص، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. خلاص، تابعوني اهو، هعرفكم حاجات في السمك ان شاء الله، يعني بفضل ربنا. اما حد هيعرفك ويقولها لك غير بالعبد لله. ادعونا بس ان ربنا عز وجل يثبتنا ويشفينا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش الصلاة على النبي. الصلاة على النبي هي مكسبي. والسلام عليكم ورحمة الله.